شيكابالا بقى له فترة غايب، وبعدين كان في كلام كبير ان هو زعلان من جروس ان هو ما بيبدأش وما بيلعبش ماتشات وما بياخدش. وبعدين طلعت برضو كلام اكبر ان شيكابالا كان من احد اهم اسباب ان جروس يمشي. هل ده صحيح يا كابتن؟ بص، شيكابالا عايزين نفرق ما بين حاجتين. شيكابالا بره الملعب وشيكابالا جوه الملعب. شيكابالا بره الملعب من افضل الناس تتعامل معاها، حاجه محترمه جدا ومؤدبه جدا، من افضل الشخصيات اللي تتعامل معاها. جوه الملعب هو عايز يلعب على طول، وده في وقت من الاوقات لا مش يعني ما ينفعش ان انت تفرض انك عايز تلعب، ده ما ينفعش في الكوره. وبعدين لازم انت تكون ذكي عشان تختار التوقيت المعين لنزولك. يا كابتن حسام انت النهارده بتبقى عايز تلعب، لكن توقيت نزولك امتى؟ انا عايز اديك التوقيت اللي الجمهور نفسه ما يقلبش عليك، ما انت ليك محبه ومعزه عند الجمهور كبيره جدا، لكن توقيت نزولك لازم تسيب المدرب يختار لك التوقيت. انت بتبقى جاي مصاب بقالك شهر ولا شهر ونص، عايز تلعب اساس ازاي؟ انا بديك 10 دقائق، ممكن اللي بعدها لو انا محتاجك اديك ربع، بعدها لو انا محتاجك المباراه يدي اديك ممكن شوط، لغايه ما اديك تبقى اساسي. ده لو انت قادر تلعب 90 دقيقه، وممكن اديك وقت واديك وقت تبدا بيه، وفي نفس الوقت لو مش كويس ممكن ابدا اغيرك. لكن انت جاي من مسافه كبيره مصاب، وجروس طبعا خلاص كان عمل الفرقه، وجروس كان خلاص عنده فرقه بتلعب، فالطبيعي انك تقعد احتياطي، الطبيعي انك تستنى الراجل يديك واحده واحده، لكن ما تقولش لا انت تلعبني اساسي. ما فيش حاجه اسمها تفرض على المدرب انه تبقى اساسي. لكن حته انك تمشي او ما تمشيش، لا، هو في بعض اللعيبه او بعض الناس كان في عدم قناعه بالشغل بتاع الراجل، مع كمان النتائج مش مساعده. انك اتغلبت كتير من بيراميدز 3-0، اتغلبت قبلها مودرن، الهزيمه الوحيده اللي مودرن كسب فيها فرقه كانت الزمالك. بتتكلم قبلها كنت متعادل مع سيراميكا على ما اتذكر والجيش، فانت نتائجك مش مرضيه، ادائك نفسه مش مقنع بالنسبه لجمهور نادي الزمالك. كل ده ساعد على انك انت تبقى مش موجود، مش لعيب اللي هيمشي مدرب ويمشي جهاز. خلينا نتكلم بصراحه، هيبقى في نسبه من الاعتراض من لعيب وبعض اللعيبه على شغل الراجل مع عدم قناعه الجمهور، فدي تساعد ان الراجل يمشي. لكن هو شيكابالا لازم يبقى ذكي، انت لعيب كبير، اختار التوقيت اللي تلعب فيه، انت من افضل اللعيبه من اساطير نادي الزمالك، الناس بتحبك، فلازم تبقى تخلي المحبه دي موجوده كتير. انك انت في ماتشات ممكن تبقى وحش، ممكن ماتشات يبقى فيها هزايم، اختار التوقيت الحلو اللي انت تنزل فيه ويساعد المدرب ان هو يساعده. ما هو ده بقى اللي بتكلم تصرفاته لازم اللعيب، لان في لعيبه في اوقات ما بتساعدش المدرب انها يعني في صدام بينك وبينه. الاسماء في لعيبه برضه هو انا موجود ولا ده ما بيلعبنيش، هو اللي بطلني. في لعيبه ما بتساعدش المدرب، انت مش هتخش في تحدي مع المدرب. طيب يساعد المدرب يا كابتن بمعنى ان هو يجتهد اكتر في التمرين، ولا بمعنى ايه؟ يجتهد في التمرين، في نفس الوقت يبقى على قناعه تامه بقرارات المدرب زي ما سامي بيقول. امتى هيلعبوا، امتى هيحطوا احتياطي، امتى هيطلعوا من التشكيل، يشوف ان في رضا من اللعيب.